السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نسهلها بالعناوين. افتتاح منتدى شعر التيغرايت في أسمرة. دورة تدريبية لمكافحة العادات الضارة في الإقليم الجنوبي. كلية العلوم في ماينفح تكرم الطلاب المميزين. مئة وعشرة قتلى وأكثر من 750 جريحا بقصف إسرائيلي في غزة. بوتين يحذر من اندلاع حرب نووية في حال أرسلت دول الناتو قواتها. وانطلاق مناورات عسكرية سنوية في تايلاند بمشاركة الولايات المتحدة. أهلا بكم. افتتح اليوم الأول من مارس في فندق أسمرة بالاس منتدى الشعر الشفهي لقومية التيغري بالارتكاز على فكرة تنوير الحكمة بالشعر. وأوضح مفوض الثقافة والريادة السفير زمدة تخلى في افتتاح المنتدى الذي شارك فيه وزراء وحكام أقاليم وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة أن المنتدى يأتي في إطار مهام دراسة وتوثيق وعكس التراث الثقافي الغني للقوميات الإريترية، ويثبت فعليا الإيمان الوطني القائل لوحدة في التنوع. هدف منتدى الشعر الشفهي بالتيغرايت وضع اللمسات الأخيرة للكتاب المكون من حوالي 600 صفحة الذي وضعه الفنانون وكتاب التاريخ والعالمون بالتراث الثقافي المنقول عبر الأجيال، والذي يبين الوطنية والبطولات وأسلوب الحياة والحب والأخلاق والعمل. وقال الكاتب والباحث في التراث السيد سلمون صحيم إن العمل هو استمرار للعمل المحدود لدراسة وجمع التراث الشفهي الذي بدأ في عام 1995 كمشروع من قبل قسم الشؤون الثقافية في وزارة التعليم. وأضاف السيد سلمون أن مثل هذه الأعمال البحثية القائمة على الحكمة والفن والثقافة والتاريخ يجب إثراؤها بالأفكار والآراء الضرورية للمشاركين لتجهيزها للطباعة، لدورها الكبير ترسيخ الهوية وتعزيز الوحدة وتوسيع فكر المجتمع وتعميقه. وأوضح السيد محمد سعيد عثمان الذي بذل الكثير من الجهد في جمع وترتيب القصائد الشفوية المجتمعية المجمعة تحت عنوان خزانة الأجيال إن العمل كان صعبا لأنه يحتاج إلى مصارعة الوقت. يستمر منتدى الشعر الشفهي للتيغرايت حتى 3 من شهر مارس، وسبق أن عقدت لجنة الثقافة والريادة ورش عمل حول الشعر الشفهي لقومية الساهو والنارا. نظم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الجنوبي دورة تدريبية للمدربين يوم 27 و29 من فبراير في مدينة مندفر ودك أمحرم بهدف مكافحة العادات الضارة بالمرأة. وقدم مسؤول التحقيقات الجنائية والمدعي العام والمهنيين الصحيين توضيحا بشأن المصاعب الصحية التي تواجهها المرأة بسبب العادات الضارة وإعادة التأهيل الضحايا. وأوضح الخبراء أن نحو 120 مليون امرأة ومليوني فتاة يقعن ضحايا للختان في جميع أنحاء العالم، مضيفين أنه يجب على الأمهات مكافحته وكذلك تعزيز دور الآباء والمجتمع والمعلمين لتشجيع الشباب على تجنب إدمان المكيفات الضارة. ومن جانبهم أكد المتدربون أن الوقاية من العادات الضارة والإدمان تتطلب مشاركة المجتمع بأكمله. ودعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية السيد قال أبتس فاسلاسي المتدربين على تنفيذ المعرفة المكتسبة ومساهمة رجال الدين والمعلمين بدورهم أكثر من أي وقت مضى. كرمت كلية العلوم في ماينفح في 29 من فبراير 444 من طلابها المحرزين نتائج عالية في النصف الأول من العام الدراسي 2023-2024. حقق المتأهلون للجوائز على 3.25 أو أعلى، وأن 390 طالبا منهم أي ما نسبته 88% من طلاب السنة الأولى، والباقي 53 طالبا في السنتين الثالثة والرابعة.
وقال عميد الكلية البروفيسور جابراي أسكودوم إن الهدف من الجائزة هو تشجيع التحقيق الأفضل وخلق المنافسة الشريفة لدى الآخرين. وأضاف البروفيسور جابراي أن 87% من طلاب السنة الأولى الذين التحقوا بالكلية هذا العام قد نجحوا ويتابعون دراستهم في النصف الثانوي الثاني. من جانبهم ذكر الطلاب المتفوقون أن إنجازاتهم كانت نتيجة للجهود المشتركة التي بذلها أولياء الأمور والمعلمون، وسيعملون بجد لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل. دعا الاجتماع التقييمي الذي عقد في مدينة ماي مني إلى بذل جهود جادة لتحديد الأطفال المتواجدين خارج مقاعد الدراسة والعمل لتعليمهم. وأوضح مسؤول التعليم بالإنابة في المديرية الأستاذ بهتا والداي في الاجتماع بالأرقام عدد الطلاب ونسب النجاح هذه السنة التعليمية، مشيرا إلى وجود 3859 طفلا خارج مقاعد الدراسة لأسباب مختلفة. وقال إن الدعم الشعبي للمعلمين يسهم بشكل كبير في العملية التعليمية. وأشاد مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزكي كيداني بالمبادرات التي اتخذها سكان المديرية، وحث على تنظيم دورات تدريبية للمعلمين الجدد والقدامى وتقوية العلاقة بين أولياء الأمور والطلاب والمعلمين. ودعا مدير مديرية مايمني المقدم أبراهام هيليم مديري المدارس وإدارات الضواحي العمل معا من أجل تطوير المدارس. توجد 27 مؤسسة تعليمية في مديرية مايمني تقوم من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية. نظم في سينما روما يوم 29 من فبراير برنامج موسيقي بعنوان نهضة التراث، الأغاني التي تعكس بطولات الشعب الإريتري والمناضل وقوات الدفاع الإريترية هي تكرار الأغاني الفنانين الشهداء. وأوضح منسق البرنامج الفنان سامييل جبرو أدناي أن الهدف من الحفل الذي حضره مسؤولون وضيوف هو إحياء الذكرى وإبراز مساهمات الفنانين الشهداء في فترة النضال التحرري وبعد الاستقلال أيضا، وضمان استمراريتها جيلا بعد جيل من خلال ترديدها على أيدي الفنانين الشباب. الأغاني التي أعيد غناؤها دون تغيير في الكلمات واللحن والأسلوب أداها الفنانون الشباب ميرون ستيفانوس وسالم جيتوم ويسرى محمد صالح وآخرون. استشهد في 29 من فبراير المناضل المحاري عن ميكائيل والدو عن عمر يناهز 72 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل المحاري بصفوف جبهة التحرير الإريترية عام 1975 وانضم عام 1977 في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، وخدم بتفاني وإخلاص لشعبه بالعمل في القوات المقاتلة. المناضل المحاري عند ميكائيل متزوج وأب ل6 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى في الأول من مارس في مقبرة الشهداء في أسمرة. ويعرب مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط عن حزنه لاستشهاد المناضل المحاري عند ميكائيل، ويقدم تعازيه لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا الأكارم، كانت هذه الأنباء الداخلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، قتل أكثر من 110 فلسطينيين في شمال غزة خلال عملية توزيع مساعدات وفق حركة حماس التي اتهمت الجنود الإسرائيليين بفتح النار على الحشد، في حين أوقعت الحرب الدائرة منذ نحو 5 أشهر أكثر من 30,000 قتيل في قطاع غزة المهدد بالمجاعة. وأفاد طبيب في مستشفى الشفاء بمدينة غزة أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على آلاف المواطنين الذين هرعوا نحو شاحنات تحمل مساعدات. وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس أن أكثر من 110 أشخاص قتلوا وأصيب 760 شخصا. من جانبه قال مصدر من الجيش الإسرائيلي إن الجنود الذين شعروا بالتهديد أطلقوا الرصاص الحي، لكنها نفت أن يكون إطلاق النار أوقع هذا العدد من القتلى. وتحدث الجيش عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء التدافع أو تعرضهم للدوس من قبل الحشود
التي حاصرت الشاحنات ونهبت حمولتها. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من احتمالية اندلاع حرب نووية في حال تدخلت الدول الأعضاء بحلف الشمال الأطلسي الناتو عسكريا في صراعه في أوكرانيا. وقال بوتين ل1000 ممثل من قطاعات السياسة والتجارة والثقافة والدين خلال خطاب حالة الأمم أمام مجلسي البرلمان إنه يتعين على الغرب تذكر أن روسيا لديها أيضا أسلحة من شأنها ضرب أهداف في أرضه. وأكد بوتين المقرر أن يعاد انتخابه الشهر المقبل، أي أن أي تصعيد واستخدام للأسلحة النووية يمكن أن يؤدي لانقراض الحضارة. ويذكر أن دول الناتو أرسلت كميات كبيرة من الأسلحة لأوكرانيا لمحاولة ردع روسيا الذي دخل عامه الثالث، ولكن الحلف لم يرسل بعد قوات لأوكرانيا. وأوضح بوتين أن تداعيات مثل هذه الخطوة يمكن أن تكون مأساوية، في حين وصف في نفس الوقت المزاعم التي تفيد بأن روسيا تريد مهاجمة الغرب بأنها هراء. انطلقت النسخة 43 من مناورات كوبرا جولد العسكرية السنوية في مطار يوتاباو الدولي بمقاطعة رايونغ التايلاندية بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية و9570 عسكريا من دول عدة. وقال رئيس قوات الدفاع التايلاندية الجنرال سونغويت نونباكدي في كلمة ألقاها خلال حفل إطلاق المناورات إن هذه التدريبات العسكرية ستساعد على تطوير مختلف جوانب التعاون بين الدول الشريكة، لا سيما في الرد على التهديدات التي تأتي عبر الأنظمة البرية والبحرية والجوية والفضائية والإلكترونية. ومن جهته أكد السفير الأمريكي لدى تايلاند روبرت إف جوديك أكد استعداد البحرية الأمريكية لدعم نظيرتها التايلاندية للتدريب في مهمة الإنقاذ المحدودة. وستتضمن المناورات تدريبات عسكرية مشتركة لتعزيز الاستعدادات ضد التهديدات، كما ستشمل برامج تدريبية جديدة تمت إضافتها هذا العام، لا سيما تلك المتعلقة بالقضاء والتهديدات السيبرانية. استمر إضراب تحذيري في وسائل النقل العام في العديد من الولايات الألمانية. ففي ولاية ساكسونيا أنهالت توقفت الحافلات والقطارات في العديد من الأماكن، وكانت هناك توقعات بأن يشهد الركاب في شمال الراين واستفتاليا اضطرابات هائلة أيضا. وتطالب نقابة فيردي من بين أمور أخرى بتقصير ساعات العمل وزيادة الإجازات لنحو 90,000 موظف في وسائل النقل العام المحلية. مشاهدينا، نختم نشرة هذه الفترة بذكر أبرز وأهم العناوين. افتتاح منتدى الشعر التيغرايت في أسمراء. دورة تدريبية لمكافحة العادات الضارة في الإقليم الجنوبي. كلية العلوم في ماي نفع تكرم الطلاب المميزين. – 110 قتلى وأكثر من 750 جريحا بقصف إسرائيلي في غزة. بوتين يحذر من اندلاع حرب نووية في حال أرسلت دول الناتو قواتها. وانطلاق مناورات عسكرية سنوية في تايلاند بمشاركة الولايات المتحدة. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.